متابعين أم سجود، مرحبا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله راكم بخير على خير. راح نحضروا ميني بيتزا مع بعض وبمقادير مضبوطة، إن شاء الله تعجبكم. ونروحوا للمقادير. عندنا كاس ونص طعمة، عندنا مغرف سكر ومغرف خمارة، مغرف خل، ونخلط خليها تتجانس مع بعض. نديرو بيضة، ربع كاس تاع الزيت، ونخلط جميع المواد حتى تتجانس المواد مع بعضها. ونديرو ملح على حساب الرغبة. نضيفو الفرينة حساب 3 كيسان فرينة. الفرينة كاين اللي تنشف كاين اللي ما تنشفش. هي عجينة طرية، ونخلوها ترتاح. ونحضروا مع بعض خليط الطماطم، بصل، نديرو حساب بصلة 2 حبات طماطم، ونمكسوها في الأشوار والحرور على حساب الرغبة. نكسيها في مقلاة، نحطها بجيه، ندير ورقات عالرند وملح، ندير الزيت على حساب الرغبة. الزيت ندير نص مغرف طماطم مصبرة. بعد ما حضرنا مع بعض وبردت، نحضر العجينة، نبردوها ونقطعوها دوائر. نديرو مقدار من الخليط طماطم، ونديرو جبن مبشور أو أي جبن عندكم. ونزينها على حساب الرغبة، وندخلها الفرن. بعد ما نسخن الفرن نديرها على درجة 250 درجة، ونكملوا مع بعض بقية العجينة. ما طيب معنا البيتزا البلا الأول. نحضروا بلا زاوج، وإن شاء الله يا ربي تعجبكم. نحضروها للأطفال. هذا البلاط الثاني طاب معنا، خلوها تحمر من تحت مليح طيب غاية. هي بعد ما طابت بعد ما طابت نحطوها في صحن التقديم، ونزينوها واش عندكم فرماج تحبوا تزيدوا فرماج، تحبوا ديروا كاشير أو باتي. تزيين على حساب الرغبة كذلك. إن شاء الله يا ربي الوصفة هذه نال رضاكم، والشهية طيبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.